البالون دور، الجايزة اللي كل سنة جماهير الكرة تختلف على مين المفروض يكسبها ويتخانقوا لو كان يستحقها ولا لأ. بس هل الجايزة دي بتعكس الواقع بتاع الكرة؟ يعني في 2021 كان جورجينيو فعلا تالت أحسن لاعب كرة في العالم كله؟ طب هل البالون دور فقدت مصداقيتها زي ما بنسمع على طول؟ ولا هي من الأول فكرتها مش مناسبة مع رياضة جماعية؟ تعال نشوف إيه حكاية الجايزة دي. البالون دور بالنسبة لنا هي جايزة بتعبر عن أحسن لاعب في العالم، بس الحقيقة إن لما الجايزة اتعملت في 1956 كانت للعيبة الأوروبيين بس، وفضلت كده لحد 1995. عشان كده هتلاقي اساطير زي بيليه ومارادونا ما كسبوهاش ولا مره. وحتى لما النظام ده اتغير في 95 الجايزه كان ممكن اي حد من اي بلد يكسبها، بس بشرط ان يكون بيلعب في نادي في اوروبا، لحد ما في 2007 بقت مفتوحه للكل. بس واقعيا التغيير ده ما فرقش كتير. اعتقد كلنا ممكن نتفق ان لو حد بيلعب في افريقيا او اسيا وكسب كل حاجه محليه معانا دي برضه مستحيل يشم ريحه الجائزه دي، فهي على ارض الواقع لسه للعيبه اللي بتلعب في اوروبا بس. طب هل البالون دور بيكسبها احسن لاعب بيلعب؟ الحقيقه ان فرانس فوتبول المنظمين للجائزه حاطين 3 معايير عشان تكسب. اول معيار هو الاداء الفردي والانجازات الشخصيه خلال السنه، زي عدد الاهداف، التمريرات الحاسمه، التاثير في الماتشات، او اي رقم مميز حققها اللاعب. اتنين، الانجازات الجماعيه، زي البطولات اللي فاز بيها اللاعب مع ناديه او منتخبه خلال السنه. 3، الروح الرياضيه والسلوك العام، واللي هو تقييم اخلاق اللاعب واحترامه للمنافسين. فزي ما احنا شايفين اداء ومستوى اللاعب الفردي هو نقطه واحده بس من اصل 3. بس هل فرانس فوتبول ملتزمه بالمعايير دي؟ في الواقع المعايير دي محطوطه منظر مش اكتر، وزي ما كرويف في مره قال البالون دور عباره عن شويه صحفيين وناس بيصوتوا لاصحابهم. وده ممكن نشوفه قوي على ارض الواقع. ميسي ورونالدو عمرهم ما صوتوا لبعض في تاريخهم، فهل عايز تقنعني ان محدش فيهم شايف ان التاني كان احسن لاعب في العالم في اي سنه؟ اكيد لا. الموضوع كله ان هم حتى لو شايفين كده محدش هيصوت للتاني عشان يعلي فرصته هو في الفوز. وقيس على كده على طول، ميسي في 2012 كان محطم رقم قياسي ومسجل 91 جون في سنه واحده بس، ورغم كده هيوجو لوري صوت لكاسياس عشان حارس زيه. ومدرب اسبانيا ومدرب المانيا برضه ما صوتوش لميسي في الموسم ده، وكاسياس ادى صوته لراموس. من الاخر كده كل واحد كان بيدي صوته لحبايبه، البرتغالي رونالدو، الارجنتيني لميسي، الالماني لاوزيل، وهكذا. ففي 2022 فرانس فوتبول قررت انها هتغير كام حاجه على امل ان الجائزه تبقى واقعيه اكتر. اول حاجه ان الجائزه هتتحسب على موسم الكروي نفسه، مش على سنه كلها من يناير ليناير زي قبل كده. تاني حاجه ان نظام النقط هيتغير من 5 اماكن ل10 اماكن. تالت واهم تغيير ان مفيش لعيبه او مدربين هيصوتوا تاني، وهناخد 100 صحفي من اعلى 100 بلد تصنيفا في الفيفا وهم دول اللي هيقرروا. بس هل الصحفيين دول اللي هيظبطوا الجائزه فعلا؟ تعال نشوف الضحك اللي كان بيحصل منهم زمان. الصحفي بتاع سريلانكا مثلا حافظ ماريكار في 2019 كان الترتيب بتاعه جريزمان في الثالث، اوباميانج في الثاني، وارنولد في المركز الاول. وفي 2018 كان حاطط فيرمينيو اعلى من رونالدو وبوجبا وكين. بس المضحك فعلا كانت اختياراته في 2017. في الخامس والرابع كان هازارد وكين، واول 3 فالكاو، ديخيا، وبونوتشي. الصحفي ده كان شايف ان بونوتشي احسن لاعب في العالم في 2017، وفي الثلاث سنين دول ما اداش صوته لميسي ولا مره. ولو فاكر ان حافظ ده حاله خاصه احب اقول لك لا. في 2023 البرتغال اختارت برناردو سيلفا احسن لاعب في العالم، وفي 2019 السنغال اختارت ساني. الكاميرون وبوتان اختاروا لعيبه ليفربول بس في ال5 مراكز بتوعهم، وبعد كده اتعرف ان هم بيشجعوا النادي اصلا. وتوجو كانت حاطه هيجو لوري اعلى من ميسي. في 2021 ستيرلينج اتحط في المركز الثاني من بلدين مختلفين. يا راجل ده في مره الصحفي بتاع اوزبكستان ما حطش ليفاندوسكي في اعلى 5 في 2021، ولما اتسال ليه قالوا انه مش سريع ومش بيعمل حركات مهاريه، وراح مطلع كارت الفيفا بتاعه عشان يثبت كده. وفي الاخر قالوا انه ما كسبش حاجه مع المانيا. ليفاندوسكي ما خدش صوت من الراجل ده عشان كارته في الفيفا مش عاجبه. انت متخيل ان دي الناس اللي بتحدد مين يكسب ومين لا؟ طب تعالى نفترض ان احنا غيرنا الصحفيين بناس بتختار صح، ساعتها هيطلع مشكله تانية في حساب النقط نفسها، وده بان قوي في 2019. فان دايك كان مرشح قوي للبالون دور وفي المنافسه معاه كان ميسي، والمشكله جت هنا. لو حسبنا كم واحد ادى فان دايك التصويت في المركز الاول كان هيكسب الجائزه، ولو حسبنا اول 3 مراكز تصويت كمان كان برضه هيكسب. المشكله حصلت لما حسبنا ال5 مراكز كلها. ساعتها كل الصحفيين اختاروا احسن 3 بالنسبه لهم، ولما وصلوا الرابع والخامس قالوا لازم هنحط ميسي يعني. وعشان ميسي اتحط مركز رابع وخامس اكتر من فان دايك كسب الجائزه بفرق 7 نقط بس. المشكله التانية اللي بتواجه البطوله دي ان المعايير مش ثابته. الجائزه اتحولت من مين احسن لاعب في العالم لمين كسب اكتر بطولات، وطبعا اكبر بطوله في الكوره هي كاس العالم، لدرجه ان ميسي في 2022 ما كانش في اول 30 مرشح للجائزه، وبعدها بسنه واحده بس لما كسب كاس العالم كسب البالون دور. والسنه اللي بعدها على طول طلع تاني بره اول 30. والفتره كبيره كان معروف اللي بيكسب كاس العالم ويلعب حلو بياخد الجائزه. 98 زيدان مع فرنسا، 2002 رونالدو مع البرازيل، و2006 كانافارو مع ايطاليا. طب طالما ده المعيار ليه في 2010 لما تشافي وانيستا كسبوا كاس العالم مع اسبانيا ما كسبوش الجائزه وراحت لميسي؟
مع العلم ان التلاتة في نفس الفريق. المشكله هنا في المعايير اللي بتتغير كل شويه، مش في مين يكسب. يعني في 2013 لما ريبيري كسب دوري الابطال والدوري الالماني والكاس والسوبر وفي الاخر خسر من رونالدو، قالوا ساعتها ان البطولات مش كل حاجه واهم حاجه مستوى اللاعب والتهديف. بس في 2021 لما ميسي كسب الكوبا وليفاندوسكي كان عامل موسم عالمي ومحطم ارقام قياسيه في التهديف، ساعتها قال لك لا، البطولات اهم وميسي كسب. فالواضح ان فتره ميسي ورونالدو كان في تحيز جامد جدا ليهم، والموضوع ده مفهوم عشان ساعتها دول كانوا احسن اتنين في العالم. بس عدم الموضوعيه ده ظلم لعيبه كتير. بس بما ان الفتره دي في اخرها وبدانا نشوف لعيبه تانية بدات تكسب، هل ممكن نشوف تحسن في نظام البالون دور؟ في كذا اقتراح اتعمل عشان يحسن وضع الجائزه دي، منهم ان كل مركز يبقى ليه جائزه خاصه بيه، عشان مفيش غير 3 مدافعين وحارس واحد بس كسب البالون دور قبل كده. بس لو عملوا كده مش هتفرق قوي عن جائزه ذا بيست بتاعت فيفا. البالون دور عمرها ما هتبقى مثاليه، لانها في الاخر جائزه فرديه للعبه جماعيه، وده ممكن يخلي اللعيبه اللي عايز تكسبها مركزه قوي في التسجيل وانهم يعلوا ارقامهم اكتر من انهم يساعدوا الفريق. وزي ما ارسنال فينجر قال انه ضد فكره الجائزه وان الكوره هي للفريق مش للاعب. بس رغم اننا عارفين كل ده، الفيديو هيخلص وهنستنى الجائزه زي كل سنه، وكل مشجع فريق يتخانق ان اللعيب هو اللي كان يستاهل يكسب. البالون دور المفروض تعامل على انها مكافاه مش هدف، والالقاب اللي انت بتحققها مع فريقك هتفضل على طول اهم 100 مره من جائزه بيحددها شويه صحفيين باجندات مختلفه. لو الفيديو عجبك ممكن تعمل سبسكرايب عشان ده بيساعد القناه، وسيب لي رايك في البالون دور في الكومنتات، وممكن تتفرج على فيديوهات تانية من هنا. اشوفكم الاسبوع الجاي.